لا حول ولا قوه الا بالله. ايه هندسه، هو كل شويه الاقي فتيس، ايه اللي بيحصل؟ كل شويه عربيه حله فتيس. ما هو بيبقى معظمها 90% عيب استخدام. العربيه دي ده فتيس ايه؟ ده فتيس ار اكس 5. ار اكس 5. اه معظمها عيب استخدام. معظمها 90% عيب استخدام. دي العربيه دي مشيت 40000 كيلو على انت فكره. بتدافع عن العربيه ولا ايه؟ لا العربيه يعني الموتور محترم جدا، والفتيس دول كلاتش كمان ما فيهوش مشاكل كتير. ما انا عارف. وبس هي العربيه مش 40000، العربيه لسه جديده. طيب بس هي حصل دروب مع صاحب العربيه، كان غرزت منه فهو قرص عليها. قرص عليها. قرص عليها جامد لحد ما فوت الاسطوانه. هو مهما كان القرص ممكن يعمل حاجه زي كده؟ اه ما هي غرزه، الغرزه دي المفروض تتشد عشان هي العربيه طبعا مش مخصصه عربيات، مش عربيه اوف رود، فطبعا هي. طب ورينا كده ايه اللي حصل في الكلاتشات. بص يا كبير، الاسطوانه من جوه نفسها اتاكلت، فالسحب العربيه قل. ده رقم واحد. تاني حاجه بقى، البليه نفسها ساحت، بليه الدبرياج ساحت على الديسك، ساحت، كسرت الديسك كمان وفضلت لازقه فيه خلاص ساحت. الكلام ده يحصل في اي عربيه ولا العربيات الام جي بس هي اللي لا يحصل في اي عربيه لو اتقرص عليها بالطريقه دي. بالطريقه دي. اه يعني ده ما يعيبش العربيه ولا يعيب الفتيس؟ لا ما يعيبش اي حاجه في العربيه. هو الفتيس الار اكس واحد، هو والام جي 6 والاتش اس كلهم واحد. كلهم واحد ف يعني ما ينفعش حد يقرص على العربيه في الغرز والكلام ده كله. لا ما هي عربيه مش مخصصه اوف رود، ما هي غرزت لازم تتشد. لازم تتشد. وده الطقم الدبرياج الثاني. ده الطقم الجديد. ده اللي انت كنت بتقول عليه من فتره ب 35 او حاجه، والناس الناس قالت يا لهوي. النهارده مش لاقينه ب 38 ونص، ومش لاقيينه 38 ونص. مش لاقيينه. ده جمله مش لاقيينه. يعني المستورد بيدوني انا جمله بالسعر دوت، انا مش عارف اطلعه للعميل بكام. طلعه له ومش موجود، يعني هو ما عندوش غير طقم او طقمين، مفيش اي حد عنده تاني. الموضوع ده بياخد وقت قد ايه عشان الاصلاح؟ يعني ممكن يوم كامل. والتكلفه بتاعته سكه ايه؟ ده كده 40000 جنيه مثلا يعني. مثلا بالمصنعيه بالكلام ده كله يعني ربنا يعينكم، يعني يا ربنا رب. يعين الناس يعني. وانت برضه ربنا يعينك. والله العظيم انا حاسبه للعميل بنفس سعره، مش ماشي. قادر اغلي لا عليه. انا بتكلم يعني ربنا يعينك وخلاص. يا رب ربنا يستر طريقكم. سلام.